السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى عاملة ورق العنب اللي الناس كلها بتحبه وطعمه يجنن جدا، وهنعمل كده بقى كله ني في ني ومش هياخد مننا وقت خالص. تعالوا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما نبدأ بقى ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا. طبعا لو انتي مش مخزنة ورق عنب او مش موجود في السوق، ممكن تشتريه في برطمانات كده من اي سوبر ماركت. طبعا بيبقى زي بتاع السوق وبيبقى حلو جدا. طبعا بنشيل بقى كده الورق العنب من البرطمان وبنحطه في ميه ونشطفه كويس جدا من المواد الحافظه اللي فيه. مهم جدا يا جماعه ان احنا نغسل الورق العنب اللي بيبقى في البرطمان علشان بيبقى فيه مواد حافظه كتير، ولو جيتي تسلقيه في الميه مش هيتسلق معاكي. تعالوا مع بعض بقى نسلقه كده ونشوف هيتسلق ازاي. بعد ما غسلت الورق عنب كويس، غليت ميه بقى كده وهنزل بالورق عنب وهسلقه كده وهقلبه تقليبتين وخلاص، وهشيله على طول. هو كده مش هياخد وقت معايا لاني انا غسلته كويس من المواد الحافظه اللي كانت فيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى اعمل خلطة المحشي معاكم. انا حطيت معلقتين كبار من الزيت وعليهم معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم. هقلبهم تقليبتين كده لحد ما تاخد غلوة بسيطة. انا مش هسبكها لان زي ما قلتلكوا انا هعمله ني في ني. وطبعا هحط معلقة كبيرة من الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى احط التوابل بتاعتي اللي هي الملح، الفلفل، الكمون، وطبعا بحط مرقة الدجاج. هجيب بقى البصل بتاعي واحطه في بولة كبيرة كده، وابتدي انزل بالخضرة بتاعتي اللي هي كزبرة وبقدونس وشبت. هقلب البصل كويس جدا مع الخضرة طبعا، وهحط التوابل بتاعتي اللي هي الملح، الفلفل الاسود، الكمون. طبعا ما بحطش مرق الدجاج تاني لاني حطيتها في الصلصة. وهفرك البصل كويس جدا مع الخضرة زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا بفرك كده البصل مع الخضرة جامد زي ما انتوا شايفين، وبعد كده هنزل بالرز. هقلبهم بقى كويس في بعض زي ما انتوا شايفين كده. انا هنا قلبت الخضرة مع الرز مع البصل، وبعد كده هبتدي انزل بالصلصة بتاعتي. بعد بقى ما حطيت الصلصة هقلب الخلطة دي كلها مع بعض كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. جبت بقى طبعا الحلة كده وهبتدي ارص ورق العنب زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. وكمان بحب احط حلقات من البصل بعد ما برص ورق المحشي زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هحط كمان حلقات من الطماطم. هبدأ بقى احشي معاكم كده زي ما انتوا شايفين. انا قلبت الورق العنب كويس جدا علشان خاطر احشي من الوش واخلي الظهر هو اللي بره. وحطيت شوية من الرز صغيرين، بمملاش الورقة قوي علشان خاطر الصابع ما يطلعش تخين معايا زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده. وهبتدي الف الورق كويس جدا. هجيب بقى الشوربة كده وهحط حبة بحبة على المحشي، يا دوبك كده ما بغطيهوش علشان خاطر ما يعجنش معايا. وطبعا بسيبه بقى يدي غلوة بسيطة كده ويا دوبك اوطي عليه. طبعا بعد كده بحط حبة من الليمون صغيرين علشان يدي بس طعم ومزازة كده للمحشي. وكمان بحط شوية من الزبدة السايحة زي ما انتوا شايفين كده. وهبتدي طبعا احطه على النار. هنا بقى بعد ما استوى طبعا شايفين شكله عامل ازاي. بجد الخطوة دي حلوة جدا، وكله ني في ني كده وما بياخدش وقت معايا، وطالع طعمه حلو جدا. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم على خير.